قال رحمه الله: والشجاعة خلق نفسي ولكن له مواد تمده. وهذا فيه جواب على سؤال: كيف أكون شجاعا؟ كيف أقوي الشجاعة في قلبي؟ كيف أصبح شجاعا؟ ما هي الأمور التي تعينني على الشجاعة؟ هذا ما يبينه الشيخ هنا. يقول: لكن له مواد تمده أي تمد هذا الخلق، خلق الشجاعة. فأعظم ما يمده وينميه الإيمان، أي بالله عز وجل وبكل ما أمر تبارك وتعالى عباده بالإيمان به، وقوة التوكل عليه. العبد عندما يكون متوكلا على الله، مفوضا أمره إلى الله، على ثقة بالله سبحانه وتعالى، عندما تأتي المخاوف يكون قلبه ثابتا لأنه متوكل على الله، ويعلم يقينا أنه لن يصيبه إلا ما كتبه الله له، وأن الخلق كلهم لو اجتمعوا على أن يضروه بشيء لن يضروه إلا بشيء كتبه الله عليه. فيثبت قلبه في المخاوف. ومما ورد في هذا الباب حديث جابر في الصحيح، لما كان النبي عليه الصلاة والسلام نزل مع أصحابه وقد عادوا من غزوة في ظل شجرة يقيلون تحتها، فجاء رجل من الأعداء وتسلل واخترط سيف النبي عليه الصلاة والسلام وسله صلتا، ففتح النبي صلى الله عليه وسلم عينيه وإذا بالسيف، والرجل يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: من يحميك مني أو من يقيك مني؟ فقال عليه الصلاة والسلام بكل شجاعة: الله. فالتوكل على الله والثقة به واللجوء إليه وتفويض الأمر يعطي القلب شجاعة. فقال الله، وأصبحت يد ذلك الرجل لا تستطيع حمل السيف، عطل الله سبحانه وتعالى عنها حركتها، فسقط السيف من يده. وأخذ النبي عليه الصلاة والسلام السيف وقال له: من يقيك مني؟ فأخذ يتوسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: أنت كريم وأنت كذا، يطلب منه عليه الصلاة والسلام أن يصفح عنه. فالتوكل على الله والثقة بالله، وأيضا الإيمان بالقدر، وأن الأمور بقدر الله، وأنه لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، هذا كله مما يكسب القلب الشجاعة. قال: قوة التوكل على الله وكمال الثقة به، وعلم العبد أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. ويمده أيضا، أي يمد هذا الخلق، الإكثار من ذكر الله والثناء عليه سبحانه وتعالى. واستدل لذلك بقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فذكر الله تبارك وتعالى يمد القلب بالقوة والشجاعة. قال: فمتى قوي إيمان العبد بالله وبقضائه وقدره، وقوي يقينه بالثواب والعقاب، وتم توكله على الله وثقته بكفاية الله، وعلم أن الخلق لا يضرون ولا ينفعون، وأن نواصيهم بيد الله، وعلم الآثار الجليلة الناشئة عن الشجاعة، تمكنت هذه المعارف من قلبه. متى تمكنت هذه المعارف من قلبه قوي قلبه واطمأن فؤاده، وأقدم على كل قول وفعل ينفع الإقدام عليه. قال: ولا بد لمن كانت هذه حاله، أي متحل بهذه العقائد وهذه الصفات العظيمة، أن يمده الله بمدد من عنده لا يدركه العبد بحوله ولا قوته. فإن من كان الله معه فلا خوف عليه، ومن كان الله معه هانت عليه المصاعب ودفع الله عنه المكاره. قال الله تعالى: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين.